السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة من أروع وأشهر الحلويات التقليدية الجزائرية، وهو محبوب الجماهير المشوك. في هذا الفيديو راح نوريكم الطريقة الأصلية لتحضيره في الدار بخطوات بسيطة ونتيجة ناجحة 100%. يجي مشرب وطري ومن الداخل كما تاع الحلوجيات وأحسن. إذا حبيتوا هذا النوع من الوصفات التقليدية سهلة، ما تنسوش تدعموني بلايك والاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والآن راح نخليكم مع طريقة تحضيرنا. راح نستعمل 500 غرام تاع مارغرين، أي نوع، مش مهم نوع معين ولا تجيبوه ولا عادي، الأنواع قاع تصلح في هذا المشوك. راح نحتاج 2 كيسان تاع سكر جلاس، ومش حنستخدم للبيتخا للباتور، راح نخدم بيدي برك. الوصفه تاعي راح نضيف الملح كما كانوا يخدموها امهاتنا زمان. شوفوا هنا كيف راني نحرك في السكر جلاس مع المارغرين تاعي. حاولوا انكم تدخلوهم في بعضهم. انا حنخدم بيدي دركا. نكمل المكونات الاخرين ونعاود نعجن بيدي. هنا راح نحتاج 4 بيضات كاملين و4 صفارات تاع بيض في 500 غرام. يعني اذا كنتو رايحين تخدموا نصف الكميه اقسموا العدد تاع البيض، ديروا بيضتين كاملين وزوج صفارات. انا هنا خديت الصفار الاول كما راكم تشوفوا. وصفه سهله وبسيطه وتوجد بالخف، ويعني الناس كامل يحبوها، ومن الوصفات القديمه اللي الشعب الجزائري كامل لازم يطيبها في الاعياد. مستحيل الطابله تاع العيد تخلو من المشوك. هنا كنت ضفت كما نقول لكم الصفارات تاع البيض. البياض راح نخلو البياض هذاك على جهه، راح نستعملوه في الاخر باه نلصقوا الكاوكاو في المشوك تاعنا. كما راكم تشوفوا هنا في الصوره راني حاطه الكاوكاو، كنت ديجا رحيته مليح. خليت الخشين على جهه، غربلته في الغربال. الخشين خليته على جهه، راح نستعمله في الترمات تاعنا تاع المشوك، غمضوا فيه المشوك تاعنا. والرقيق رحت قليته في المقله ودرت 2 كيسان تاع كاوكاو. راح نستعملهم في العجينه. قلوه مليح، ما تخلوش حتى يحمر يطلق بنا، مش حمصوه على نار متوسطه الكاوكاو تاعكم. هنا كيما راكم تشوفوا انا كي ضفت البيض هاني نعجن في المكونات. لازم يمتزجوا مليح مليح المكونات تاعكم كيما راكم موضحه، كيما راني موضحتكم في الصوره. يعني الناس اللي ما عندهمش الباتور، هذه وصفه سهله وتساعدكم وتخرج لكم كميه كبيره ما شاء الله. واكيد البنه ثاني مليحه. هنا كيما راكم تشوفوا كي تمتزج البيض مع السكر مع المارغرين تاعي، نضيفوا الكاوكاو تاعنا. حاولوا انكم ما تخلوش كاع المارغرين وحدها، لازم تمتزج مليح مليح، تخلوهاش متكتله لكم. ولا كيما راكم تشوفوا انا راني نتبع فيها المارغرين وين كانت كتله راني نذوب فيها مع البيض والسكر كلاس. هنا كون ضفت الكاوكاو 2 كيسان، كيلت نفس الكيسان اللي كيلت بهم سكر جلاس، كيلت بهم الكاوكاو كيما راكم تشوفوا في الصوره. راني نمزج فيه الكاوكاو، لازم تمزجوه مليح مع هذو المكونات. وضفته الاول علاه خاطر الكاوكاو يجي ناشف وراح يشرب لكم شويه من السوائل هذو اللي راني ضايفتهم. ابداو به وانتم تخدموا، خلوه في غرضه يشرب هذيك السوائل. انه لو كان ما تخلوش يشرب شويه من هذيك السوائل، من بعد كي تضيفوا الفرين راح تيبس لكم العجينه تاعكم وما تصلح لكمش. انا هنا راني خليته راني نحرك في نفس الوقت، راني نحرك ببطء مش كيما راني بالفيديو هكذا، راني مسرعتكم شويه الفيديو. في اي وصفه فيها الكاوكاو في العجينه ولا في حشو لازم ديما الكاوكاو تخلوه يريح ويشرب من هذيك السوائل. كما تعرفوا الكاوكاو راه نوع من انواع البقوليات، ماهوش من المكسرات. على هذه لازم يدير الوقت كما اللوبيا والحمص، يدوا الوقت هما يشربوا في الماء باه يتنفخوا ويدوا حجمهم. هنا هذا ثاني هكذا كنخلوه يشرب مليح السوائل. وما تنسوش تضيفوا لافاني، انا راني ضفتها. تشوفوا نضيف ملعقه كبيره تاع لافاني. واللي يحبوا يضيفوا نكهات تقدروا تضيفوا قشور تاع الليمون، يعني اللي يحبوا الليمون يجي في المشوك. انا ما ضفتوش، حبيت ندير الوصفه الاصليه تاع جدودنا، ما غيرت فيها حتى شي هذه الوصفه.
هنايا من بعدها ضفت الفرينة. ضيفوا الفرينة بالتدريج ولموا العجينة تاعكم كما كتشوفوا. انا هاني كنت جا سرعت لكم الفيديو باه ما تملوش. هنايا كي تلمت العجينة نتاعي قسمتها على 4. كل جزء هنا راح نخدم به على الاقل 15 حبة، يعني في مجموع كامل راح يخدم لي 60 حبة، وانا جاتني هكذاك بالتقريب 65 حبة. وانتم تشكلوا هنايا اللي ما عندهمش الميزان تقدروا تقسموا كما قسمت انا، وكل جزء تخرجوا منه 15 حتى ل 16 حبة 17 حبة. واللي عندهم الميزان وزنوه. انا هنا كنت حددت الحبة تاوعي من 30 حتى ل 34 غرام. هنا شوفوا الميزان ما قدرتش هزيته يخي يتبدل الميزان. هنا كنت خذيتها 31 غرام. المهم قلت لكم مهم فوق 30 غرام. انا الحبات تاوعي نحبهم يجوا كبار، ما نحبش هذاك المشوك اللي يجي صغير. وزنت الحبات كامل مع بعض، ومن بعدها باه بديت ندير فيهم في البيض تاعي باه ما ينشفوا لكمش. كملوا شكلوا الكريه تاع المشوك تاعكم كامل وغطوهم بالبلاستيك، ومن بعدها بداو رمدوا فيهم في البياض كما درت انا. شوفوا كيف هاي الصوره موضحه لكم. كنت فتحت الكاسه تاعي في البلا اللي حنطيبهم فيه في الكوشه. الكوشه راني ديجا مسخنتها على 180 درجه. وتحطوا البلا تاعكم في الرف الوسطاني. هنا كنت هذاك الكاوكاو ما حبيتش نضيف فيه مباشره الحبيات تاعي تاع المشوك. جبت صحن اخر وبديت نفرغ فيه باه ما تفسدش الكميه تاع الكاوكاو تاعي. مش عارفه قداش راح يستهلك لي بالضبط. على هذه راني فصلت الكاوكاو. كل مره نضيف شويه، كل ما يخلصين نضيف من الصحن الكبير. وكما راكم تشوفوا هنايا كاين اللي يحبوا يرمدوه بهذه الطريقه ويهزوها كما راها ويحطوها مباشره في الكاسات. وكاين اللي يحبوا انا كيما هكذا نحب اني نعاود نشكلها باش تجيني كامل الحبيبات تاع الكاطو تاعنا يجوا كامل كيف كيف تاع المشوك. واهم حاجه انا هنا كيما راكم تشوفوا انا شويه خفيفه في الخدمه. على هذين كنت نضيف ب3 حبات 4 حبات مع بعض. لي شويه ثقال ما ديروهمش مع بعضهم لخاطرش راح تفسد لكم الحبه تاعكم وراح تبيض وراح دير لكم واحد الطبقه وفي الاخر مش راح يجي مليح المشوك تاعكم. هنا راني نوضح لكم برك في الطريقه ببطء شويه، يعني مانيش نخدم بالسرعه اللي يعني ما نخدم بها. كيما راكم تشوفوا هكذا. هنايا كيما كملت باقي الكميه وبعد نعاود نوريكم كيفاه طيبتهم. هنايا هذه الكميه اللي خرجتها لي. نطيبهم على نار متوسطه كيما قلت لكم. نشعلهم من تحت كي يطيبوا مليح مده 20 دقيقه هكذا كي يطيبوا ولا 25 دقيقه. ومن بعد نشعلوا لهم الفوق يحمروا كي يطيبوا راح نزينوهم بالسوغيز. وديجا راني حضرت من قبل العسل كيما راكم تشوفوها في الفوطو. راح كل حبه راح نعسلها بمغرف تاع عسل كبيره من هذا العسل. لازم يكون بارد. هنا طيبته وراه بارد. هنا بعد ما طابوا الحبات تاع المشوك تاعي مباشره هما سخونين تخرجوهم من الكوشه مباشره تبداو تعسلوا فيه. كل حبه ديروا لها مغروف اللي تحسوها ما كبيره ياسر وتشربت هذاك العسل تقدروا تزيدوهم. انا نفضل اني ندير مغرف واحده وما نزيدش. نحب العسل المشوك تاعي يكون تشرب شويه برك العسل، ما نحبش انا داك اللي يعود شارب ياسر ماهوش مقروط. هنا كملت زينت المشوك تاعي بالسوغيز. شوفوا هنا كيفاه جاوني الله يبارك ما شاء الله. قطع لي كميه كبيره واللون تاعو شوفوا كيفاه احمر طاب مليح معسل خفيف هشيش بنت وتهبل يعني كما البنات تاع زمان. واذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا اشتراك وتابعوا الوصفات الجايين. حلويات العيد كامل حنحط على قناتي ان شاء الله.